السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في الحلقة دي إن شاء الله بنتكلم فيها مع بعض على إزاي تعدي انترفيو بسهولة، وأهم الأسئلة والإجابات اللي ممكن تقابلك لو أنت داخل انترفيو محاسبة قريب ومش عارف هيقولوا لك في إيه أو يسألوك في إيه أو تبدأ منين. الفيديو ده ليك، يلا بينا. هاقول لك إزاي تعدّي الinterview بثقة، وأهم الأسئلة اللي دايمًا بتتكرر في مقابلات المحاسبين أو في المقابلات بشكل عام. أول حاجة لازم تكون محضّر نفسك كويس جدًا قبل ما تروح الinterview، يعني لازم تكون عارف نشاط الشركة اللي أنت مقدّم فيها والنظام المحاسبي اللي ممكن تشتغل عليه، وتراجع الأساسيات المحاسبية أو المبادئ المحاسبية اللي ممكن تتسأل فيها. تاني حاجة خلّي عندك ثقة في نفسك وأنت بتتكلم، خلّيك واثق من نفسك جدًا. الinterview مش امتحان، هو فرصة إنك تبيّن مهاراتك وتبيّن إنك فاهم وهادي ومتمكن. طب يالّا بقى نشوف مع بعض الأسئلة اللي دايمًا بتتكرر في الانترفيوهات وإزاي بنجاوب عليها. أول سؤال دايمًا بنسأله: عرّف نفسك باختصار. ركّز على الجانب المهني مش الشخصي في السؤال ده، يعني قُل مثلًا أنا خرّيج كلية تجارة قسم محاسبة، اشتغلت أو اتدرّبت على كذا وباحب المجال المحاسبي ودايمًا باحاول أطوّر نفسي فيه. طب السؤال التاني: إيه الفرق بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية؟ جاوب ببساطة، يعني ما تجيبش حاجة من عندك، خلّيك دايمًا إجابتك بسيطة. بتقول إن الرأسمالية بتأثّر على الأصول وبتستفيد منها الشركة لفترات طويلة، أمّا الإيرادية فهي مصروفات تشغيل بتتخصم في نفس السنة أو في نفس الفترة اللي اتصرفت فيها. طب السؤال التالت معانا: إزاي بنتعامل مع الأخطاء المحاسبية؟ قُل مثلًا باراجع المستندات وباعمل قيود تصحيح، وبكده إن أنت بتتأكد من الحسابات بتاعتك وبتعمل تصحيح ليها. طب السؤال الرابع معانا: إيه الفرق بين الخصم النقدي والخصم التجاري؟ الخصم التجاري بيكون لتشجيع عمليات البيع وده ما بيظهرش معانا في الدفاتر، أمّا النقدي فده بيكون لتسريع عملية السداد وده بيظهر معانا كمصروف خصم. السؤال الخامس: لو لقيت في ميزان المراجعة في فرق هتعمل إيه؟ بنبدأ نراجع الأرصدة واحدة واحدة وبنتأكد إن كل حاجة في مكانها وإن المدين بيساوي الداين، ولو لقيت خطأ في القيد أو الحساب بنصححه قبل ما نطلع القوائم، وده بيكون عندنا حاجة اسمها التسويات الجردية، ميزان قبل وميزان بعد. طيب وعندنا برضو سؤال: إيه الحالات اللي بتكون المشتريات داينة بيها؟ فإحنا بيكون عندنا 6 حالات المشتريات بتكون داينة فيها، لازم تكون عارفهم ومتأكد منهم، لأن دول اللي بيوضحوا أنت فاهم شغلك ولا لأ. وعندك برضو المشتريات بنستخدمها في حساب الجرد الدوري ولا الجرد المستمر، كل الحاجات دي لازم تكون ملم بيها. نصيحة مهمة: خليك هادي ومبتسم وصريح، ولو في سؤال مش عارفه ما تحاولش تلف وتدور أو تقول حاجة من عندك، دي بتدي انطباع إنك واثق من نفسك وإنك عارف أنت بتعمل إيه. خلاصة: لو حضرت نفسك كويس وفهمت الأساسيات وخليت عندك هدوء وثقة في الانترفيو، هيبقى بالنسبة لك فرصة مش رهبة. لو حابب تعرف نماذج أكتر من الأسئلة والإجابات العملية تابعنا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، وبنسيب لكم ملف فيه الأسئلة في وصف الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وشارك الحلقة مع أصحابك، وأشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.